13 فوز في 13 مباراة، نمسك الخشب ما شاء الله امام فريق اسمنت السويس اللي بيعتبر على ابواب المربع الذهبي برصيد 19 نقطة، يكاد يكون الحصان الاسود لهذه المسابقة حتى الان. في خط الظهر اسلام الشاطر، شادي محمد، رامي عادل، احمد السيد. 4 في نص الملعب احمد حسن، محمد ابو تريكة، محمد شوقي، جيلبرتو. 2 رأسي حربة لفريق النادي الاهلي عماد متعب ومحمد بركات، شكلهم كده يتبادلوا المراكز طبعا، محمد ابو تريكة ومحمد بركات. فريق اسمنت السويس الحصان الاسود لهذه المسابقه، فريق المفاجآت والعروض والترتيب. علي حجازي في حراسه المرمى. 5 في خط ظهر فريق اسمنت السويس محمد سلام ليبرو، ياسر علي وائل كامل 2 مساكين، محمود النادي واسحاق اول الجانب الايمن، جانب الايسر احمد فوزي وعادل مصطفى، لاعب ارتكاز ابراهيم بعرور. 2 راس حربه وليد ابو العيله ومحمد عادل. بدايه الثانيات ونشوف العرضيه من النادي الاهلي وشادي يسقطها، انما على طول يطلع محمد سلام من داخل المنطقه، ولسه الهجمه قائمه للنادي الاهلي. وهدف في مرمى نادي الزمالك احمد فوزي، وادي ابو تريكة يستلم، ابو تريكة يحطها بينيه حلوه، اتحط ناحيه اليمين، بركات العرضيه محمد عادل حطها حلوه على الارض، عادل مصطفى هاتوا خد مع وليد ابو العيله. 3 في وسط 5 والتسديده والركله الركنيه للنادي الاهلي، اتلعبت في حلق المرمى حلوه، ضربه الراس يشتت على طول وائل كامل ومحمد سلام، توصل لجيلبرتو يحطها ناحيه شمال، ابو تريكة مش تسلل، ياخد ابو تريكة يلعبها داخل منطقه الجزاء، هيروح للجول، ضغط النادي الاهلي وهوبا وجوه الجول، جوه الجول. اتلعبت حلوه الكره العرضيه، توصل لمحمد بركات داخل منطقه الجزاء، يسدد بالقدم اليمنى داخل مرمى علي حجازي. النهارده بعد عوده وايقاف 3 مباريات، ادي الكره العرضيه، شوف ابو تريكة، بص الكره العرضيه توصل لاحمد السيد، ادي احمد السيد توصل يحطها البركات، مفيش كلام، يسدد كله تمام داخل المرمى. زايد في نص الملعب لعادل مصطفى، يتضغط على عادل تتقطع، ادي الهجمه للنادي الاهلي، رامي عادل حطها ناحيه شمال ابو تريكة، الرامي راح للجول، انما يطلع علي حجازي، يقع رامي عادل ولسه الكره في اللعب. تمريرات ساحره وقاتله من محمد ابو تريكة. ابو تريكة يا ولد يا لعيب، حلوه اتجاه اسلام، ما ياخدش اسلام، يقطع عادل مصطفى، لما توصل ابو تريكة يلعب العرضيه هوبا على حدود منطقه الجزاء يا راجل، التماس جيلبرتو، ابو تريكة يحطها على الارض حلوه، ياخدها لنفسه عماد دخل منطقه الجزاء، يسدد وهوبا جوه الجول، جوه الجول. احمد حسن يعمل التاكلينج والزحلقه من تسديد كمان متعب، تقع الكره من علي حجازي، يقابل احمد حسن في الدقيقه 34 من الشوط الثاني، يتقدم النادي الاهلي بالهدف الثاني. تسديده من عماد متعب تقع من علي حجازي، يقابل على طول احمد حسن داخل المرمى في الدقيقه 34، تصبح النتيجه 2 للنادي الاهلي لا شيء. اسمنت السويس بالقدم اليسرى يقطع اسلام بضربه راس، محمد بركات، ادي بركات حطها حلوه الاسلام، يلعب العرضيه على حدود المنطقه، محمد شوقي يصوب، حلوه الجمله، حلوه الروايه، مش حلوه النهايه. طيب وبركات وجيلبرتو واتلفت وحلوه، محمد عادل مع شادي، يقطع محمد عادل، فاتت من شادي، يخش منطقه الجزاء، محمد عادل والتسديده بعيده عن مرمى عصام الحضري، يستلم ابو تريكة من رامي عادل، عماد متعب لف يا ولد على المهاره، حطت لماكي، يسدد هوبا ماكي، هوبا ماكي، حسام عاشور، ابو تريكة فايت بمهاره من واحد والتاني، وحلوه في اتجاه بركات اللي هيروح للجول، والمحاوره والمراوغه والتسديد، هدف اكيد ضايع، هدف اكيد ضايع يا بركات. هجمه، ودي هجمه لاسمنت السويس واحمد فوزي، والعرضيه يتالق عصام الحضري، ولسه الكره في اللعب، ويمسك مره ثانيه من محمد الصغير، صاله مره ثانيه، يقطع بركات، يخلص شادي محمد، ومش تسلل الكره على فكره. عماد متعب يروح للجول من هنا، راح للجول، طولت يمسك علي حجازي، طولت يمسك علي حجازي، وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين صافرة نهاية اللقاء بتطلق من قبل حكم اللقاء محمد السيد، وإعلام فوز النادي الأهلي على أسمنت السويس بهدفين مقابل لا شيء. هدفين في الشوط الأول محمد بركات في الدقيقة 20 وأحمد حسن في الدقيقة 34. نقول النادي الأهلي مبروك.